الفيصلي. اليوم السنة الثانية لإنشاء موقع أنا فيصلاوي، والسنة الرابعة لإنشاء ألترا النادي الفيصلي. معنا السيد محمود صايب يتحدث عن موقع أنا فيصلاوي وعن ألترا الفيصلي وما أنجزه الموقع وما أنجزه الألترا. شو بتحكي لنا عن السنة الثانية لافتتاح الموقع، وإيش بتحكي عن السنة الرابعة لألترا النادي الفيصلي؟ أول شيء أبارك لألترا الفيصلي بالسنة الثانية على إنشائها، وأكيد يعني السيد أحمد ألترا الفيصلي أثبت مصداقية لكل جماهير إن كان الفيصلي أو أي جماهير أخرى، أنها دائما هي الأوائل حصريا بالأخبار والمصداقية بالخبر. وأبارك مرة ثانية للألترا الفيصلي، وإن شاء الله للأمام. وأكيد إحنا شبابنا بألترا الفيصلي دائما بالتطور، دائما بالخبر الصادق. تعودنا على ألترا الفيصلي أنه يكون في مصداقية على مر السنتين، وأتمنى لهم التوفيق للأمام إن شاء الله. يا أستاذ محمود صايل، إيش بتحكي أنت للجمهور، وإيش بتحكي للنادي، وإيش بتحكي للمتابعين اللي بيحضرون على قناة النادي الفيصلي؟ أول شيء اسمح لي إني أبارك لجلالة سيدنا قدوم العيد وعاد عليه بالصحة والسلامة إن شاء الله. واسمح لي كمان أعيد على معالي الشيخ سلطان ماجد العدوان اللي كان لي الشرف الكبير إنه أعطاني هاي الثقة، والأب الروحي للنادي الفيصلي وإلي. وأبارك لجماهير النادي الفيصلي خاصة وللشعب الأردني عامة بحلول شهر رمضان، وعادوا على الأمة العربية وعلى جلالة سيدنا وعلى الأردن إن شاء الله. سيد صادق العكايلة، منسق رابطة الجمهور المنتخب الوطني والنادي الفيصلي. أخ صادق العكايلة، إيش رأيك بالسنة الثانية لموقع أنا فيصلاوي والسنة الرابعة لألترا النادي الفيصلي؟ احكي أول شيء عن موقع أنا فيصلاوي. أولا موقع أنا فيصلاوي حقيقة تميز هذا الموقع بمصداقية عالية جدا في التواصل مع جماهير الكرة الأردنية بشكل عام وليس بشكل خاص فيصلي. وبالنسبة لقناة الفيصلي ما شاء الله عليها، يعني قناة غطت حتى على القنوات الفضائية الحمد لله رب العالمين، وحتى أنا بتجيب أخبار ما بتجيبها القنوات الرياضية المتخصصة الحمد لله رب العالمين. اليوم هو من الأيام المميزة جدا لتكريم موقع من المواقع الجميلة جدا على الإنترنت. وطبعا العالم هذا الإلكتروني غزا جميع المناطق وجميع الأماكن، ولذلك أوجد هذا الموقع باسم ألترا الفيصلي. تشرفت اليوم اني بكرم ابطال، باعتقادي انكم ابطال ولكم دور كبير بالنادي الفيصلي ان شاء الله للامام. وكل عام وانتم بخير جميعا، وان شاء الله كل سنه تكونوا كلكم موجودين معنا. والف الف مبروك بهذا الانجاز والنجاح الكبير اللي انتم بايديكم كشباب الوطن ساهمتوا بهذا الشيء. واسمحوا لي اقدم رساله من معالي الشيخ سلطان ماجد العدوان بهنيكم بهذه المناسبه، وشكرا لكم جميعا.
الكرام، اليوم في احتفال موقع أنا فيصلاوي والترا الفيصلي واللجنة الاجتماعية في النادي الفيصلي. راح ناخذ آراء المشاهدين في الترا الفيصلي حاليا، وراح ناخذ آراء المشاهدين بعد قليل عن موقع أنا فيصلاوي وعن اللجنة الاجتماعية في النادي الفيصلي. نبدأ مع الأستاذ جمال المبيضين. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. إن شاء الله مبسوط معنا حفلة اليوم. يعني حفل رائع جدا، يكفي انه باسم الفيصلي. أستاذ جمال، يعني أنت تابعت الترا الفيصلي أتوقع وشفت ميزاتها داخل الملعب، حابين نسمع منك رأيك عن الترا الفيصلي على أرض الواقع. الترا الفيصلي ولدت كبيرة، يكفي أنها كانت الرابط بين الجماهير وإدارة النادي الفيصلي، كانت دائما وأبدا تسعى لإظهار صورة النادي الفيصلي كما يتمناها أي فيصلاوي في الملعب. أبهرت الجميع على المستوى الآسيوي عندما لعبنا بكأس الاتحاد الآسيوي، أبهرت مشجعي الفرق المحلية وباتوا يتغنون بها ويتمنون النفس أن تأتي الترا التي لديهم بمواصفات الترا الفيصلي. يقودها شباب مخلصين يحبون النادي، هدفهم الأسمى دائما اسم الفيصلي ليكون دائما الاسم الأعلى في شباب. حكينا عن الترا الفيصلي وتعرف المشاهدين بما انك من المتابعين للترا الفيصلي من زمان، تعرف المشاهدين شو هي الترا الفيصلي؟ الحمد لله طبعا هي الترا الفيصلي الترا فيصلاويه 100%. الحمد لله كانت في البدايه فكره عن طريق مجموعه من الشباب الطموحين اللي حبوا الفيصل وحبوا بلدهم. مجرد الفكره هاي تولدت صار الطموح، والطموح صار انجاز. قناة الفيصل الفضائية موجودة بكافيه سوار، قامت بتغطية حفل قامت الترا الفيصلي، كانت اليوم مشرفة على كل الأمور. شو رأيك قناة الفيصل الفضائية بخامس شهر لها على التلفزيون؟ والله ما شاء الله قناة الفيصل يعني أثبت جدارتها يعني. ثاني شغله الله يعطيهم العافية الشباب اليوم ما قصروا، وما شاء الله عليهم. قناة الفيصل يعني اسمها قناة الزعيم يعني، وتستاهل التقدير يعني، وإن شاء الله للأمام يعني. وما شاء الله عليهم الشباب اليوم ما قصروا بأي شيء، والله يعطيهم العافية يعني. الشباب كلها اليوم ما قصروا يعني. هل هناك ملاحظات على قناة الفيصل حابين تشوفوها لقدام؟ والله قناة الفيصل يعني أنت بتحكي عن 5 شهور بس، هي مبدئيا يعني تكون أكثر من هيك يعني على اللي بنشوفه إحنا على التلفزيون. يعني أنجزت المهمة قبل موعد. أنجزت كثير يعني، وما شاء الله عليهم، الله يعطيهم العافية. حداد صاحب كافيه سوار مش ميزاني، أستاذ علاء كل الشكر أول شيء لك على احتضانك للترا الفيصل اللي قامت اليوم الحفل، واحتضانك لأعضاء قناة النادي الفيصل اللي اجوا غطوا هذا الحفل. بما أنك صاحب الكافيه حابين نعرف رأيك في الاحتفال اللي صار، اللي أنت كنت مشرف على هذا الاحتفال. والله احنا بنتشرف اول شيء بالنادي الفيصلي، شرفتونا والله في المحل، واهلا وسهلا فيكم. النادي الفيصلي نادي عريق ونادي الزعيم وغني عن التعريف، واهلا وسهلا فيكم في اي وقت. كل الشكر لك على احتضان القناه اليوم، احتضان على الترا الفيصلي. نتمنى ان تكون موجود معنا في مناسبات اخرى في الكافيه نفسه. اهلا وسهلا. هذا المحل محل الفيصلي اولا، واهلا وسهلا فيكم اي وقت. كل الشكر. احنا اليوم موجودين بكافيه سوار باحتفال الترا الفيصلي وموقعنا فيصلاوي للسنه الثانيه لانشائهم، وانت من المؤسسين لهذا الموقع من المشاركين بالترا الفيصلي. حابين نعرف منك، حكينا عن الالترا، حابين شوي نعرف عن الموقع هذا الفيصلاوي الموجود حاليا على شبكات العنكبوتيه على الانترنت. حابين نعرف شوي عن الموقع انا فيصلاوي. اول شيء احنا لما اسسنا الموقع قبل سنتين في 20/8/2009 كان هدف التاسيس خدمه النادي الفيصلي وجماهيره.